طنجة الكبير استعدادا لاحتضان منافسات كأس إفريقيا وكأس العالم. ملعب الرباط الكبير كما كنعرفوا أنه غادي يكون تجديد كلي للملعب، حيث أنه تم الهدم ديال الملعب بصفة كاملة. والملعب ديال طنجة غادي يتم إضافة مدرجات وطوابق استعدادا لكأس إفريقيا وكأس العالم. في البداية غادي نتعرفوا على آخر المستجدات، بحكم أن بقات 13 شهر فقط على بداية التسليم ديال الملاعب. في البداية غادي نبداو مع ملعب طنجة الكبير اللي كيعرف واحد الأشغال مهمة. نسبة الأشغال وصلت حسب آخر تصريحات الأزيد من 80%. الملعب تم الهدم بجزء من المدرجات وبناء مدرجات أخرى. غادي يتم بناء سقف جديد من الطراز الجديد، بحكم أن الملعب غادي يتم التغطية ديال المدرجات كاملة. ماشي بحال شحال هادي كان جزء فقط 17 ألف مقعد اللي كانت مغطاة. حاليا كما كتشوفوا في الصورة، هذا هو التصميم اللي قدمت الشركة اللي مشرفة على المشروع بشراكة مع مجموعة من الشركات المغربية، بالإضافة إلى مقاولات أخرى أجنبية بحكم ضخامة المشروع. حاليا المشروع غادي في واحد غادي بوتيرة جيدة، وجميع المعطيات كتقول بأنه غادي يتم احترام دفتر التحملات، لا من ناحية المدة ديال الأشغال ولا من ناحية السير في بناء الأشغال. بحكم أن هاد الأشغال الكبرى ملي كتسلم في شي دول إفريقية ضروري تكون واحد النوع من التأخير. الحمد لله المقاولات اللي متسلمة هاد الملاعب ديال اللي غادي تحتضن كأس إفريقيا وكأس العالم كلها، يعني مقاولات في المستوى بصراحة، مقاولات مغربية أثبتت الكفاءة ديالها يعني، وبشراكة مع مقاولات وبالخصوص المكاتب الدراسات الأجنبية. حاليا الملعب ديال طنجة بحكم آخر الإحصائيات فإنه غادي يتم تكسيته بواحد النوع جديد من العشب الصناعي، بالإضافة أن حتى السقف غادي يكون واحد السقف اللي غادي يعطي واحد الجمالية كبيرة للملعب، لا داخليا ولا خارجيا. بالإضافة لأن الملعب غادي يكون عنده واحد المجموعة ديال المرافق ملحقة، بحال ملاعب تدريب، مواقف السيارات، وبعض الأنشطة التجارية اللي غادي يخلقها هاد الملعب. كما كنشوفوا الطاقة الاستيعابية ديال الملعب غادي توصل ل65 ألف مقعد لا أقصى تحذير، يعني ممكن أقل، ولكن حاليا الأشغال كتقول باللي أن الملعب إن شاء الله غادي يكون تحفة معمارية. غادي تنضاف المركبات اللي كاينين كيتم التأهيل ديالهم من أجل احتضان المنافسات العالمية. فيما يخص ملعب مركب مولاي عبد الله، فتم الهدم شبه الكلي ليه، وغادي يتم إعادة بناء ملعب من جديد. الملعب غادي يكون بواحد الطاقة استيعابية كتوصل ل70 ألف متفرج، بالإضافة إلى بناء مرافق ملحقة بالملعب اللي كتمثل في مجموعة من الإضافات. وعلى رأسها غادي يكون واحد المرأب تحت أرضي يعني بجانب الملعب، وبالإضافة إلى الملاعب اللي غادي يتم التجهيز ديالها. غادي يكون ملعب خاص بألعاب القوة اللي غادي يكون بالموازاة مع الملعب في الجهة المقابلة ليه. بالإضافة لهذا الشيء كامل، فإن الشركات اللي متسلمة العمل في هذا المشروع هذا هي شركات مغربية بالتعاون مع بعض الشركات الأجنبية. والحمد لله أن حاليا كاين في المغرب شركات يعني عندها خبرة كبيرة في مجال الإنشاءات الكبرى، وعلى رأسها يعني مجموعة من المشاريع العملاقة اللي تم الإشراف عليها من طرف شركات مغربية في إفريقيا. وكذلك هذا الملعب هذا غادي يتم التجهيز ديالو بأحدث ما كاين من ناحية الإضاءة، ولا من ناحية المداخل الولوج والخروج. بالإضافة لأن الملعب غادي يتم التغطية ديالو بالكامل، وغادي يكون على واحد الشكل ديال واحد التحفة معمارية اللي غادا تزين مدينة الرباط بعد المشاريع العملاقة اللي عرفتها المدينة، بناء برج محمد السادس، ولا بناء الأوبرا، ولا المسرح الرباط الكبير. كذلك مجموعة من المسارات اللي كتفتح الطريق يعني تحت أرضية، رغم أنها قصيرة ولكن حلت المشاكل ديال الازدحام بواحد الشكل كبير في العاصمة الرباط، استعدادا لاحتضان المنافسات القارية والعالمية إن شاء الله. بالإضافة لهذا الشيء غادي يتجهز ملعب الأمير مولاي عبد الله بواحد الغرف اللي غادي تكون خاصة يعني بكبار الشخصيات وكبار الزوار، يعني أن الملعب غادي يكون يعني متعدد الاختصاصات.
في انتظار إن شاء الله تسليم الملعبين للاتحاد الإفريقي من أجل يعني إجراء الاختبارات اللازمة. وشكرا، وكنتمنى التوفيق لهذا البلد العزيز.